السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بابا المجال جاهز للهلال إن شاء الله بإذن الله في أقل من 72 ساعة فاصلة أو باقية على مباراة الأهلي والهلال السوداني في المباراة الفاصلة والحاسمة للنادي الأهلي في ختام دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وإن شاء الله بإذن الله على أثر هذه المباراة النادي الأهلي بالفوز 1-0 يصعد للدور ربع النهائي اللي ان شاء الله هتقام قرعة دور الثمانية في القاهرة يوم الاربعاء القادم ان شاء الله باذن الله. على بفوزنا في المباراة ديت الاهلي يوصل، انا متأكد ان شاء الله واثق ان الاهلي لو عدى مرحلة المجموعات او عدى مباراة الهلال السوداني يوم السبت القادم ان شاء الله الاهلي هيوصل وهيلعب في النهائي. ده اللي انا واثق منه ومتأكد منه، ان الاهلي بعد ما يعدي مرحلة مباراة الهلال السوداني اكيد متأكدين وكلنا ثقة في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراة القادمة، ان شاء الله باذن الله الاهلي هيلعب في النهائي ان شاء الله، لان دور الثمانية ونصف النهائي قادر ان الاهلي في الادوار الاقصائية بيعديها وعارف، وان هو زي ما قلنا بابا المجال ولعبته وبطل القرن وبطل افريقيا. كل التوفيق للنادي الاهلي، والاهلي والاداره والجمهور عملوا اللي عليهم بعد الاداره ما طلبت باعداد من الجماهير، اعداد كبيره او 50,000 من المشجعين لدخول الاستاد. ال50,000 تذكره انتهوا في خلال 4 ساعات بالظبط، كانت تذاكر المباراة نفذت بالكامل. ولذلك الاتحاد الافريقي قال لك ان الاهلي هو النادي الوحيد داخل بلده هو الاكثر شعبية. في خلال 4 ساعات لما تنتهي 50,000 تذكرة يبقى معنى كده ان النادي الاهلي هو الاكثر شعبية داخل مصر، وده طبعا ده شيء مفروغ منه وكلنا عارفين. وكل التوفيق للنادي الاهلي والفوز في مباراة السبت ان شاء الله الفاصلة والحاسمة والمهمة، وكله يدعي وكله يقول يا رب، وان شاء الله التأهل هيكون من نصيبنا ونصيب النادي الاهلي للادوار الاقصائية اللي جاية باذن الله. عمرو اديب قال لك بيتكلم على نادي الزمالك ويقول لك احنا ما بنتكلمش على فريق اتغلب 10 مباريات في خلال 3 شهور، ده معنى كده ده مش فريق. احنا ما بنتكلمش على نادي، ده احنا بنتكلم على خرابة. وبعد خروج مرتضى منصور اللي لحد الان محدش عارف او ما طلعش يتكلم غير هما كلمتين، اتكلم على الكابتن محمود الخطيب. كل اللي كلامه اللي قاله اتكلم على الكابتن محمود الخطيب، وقال لك عمرو اديب بيهاجم مرتضى منصور وبيقول لك محدش ضيع نادي الزمالك غير مرتضى منصور، هو السبب في ده كله. وبالاماره ان فيريرا قبل ما يمشي كتب في تقريره ان الاخ او الكابتن اللي جابوهم سامسون وعمرو منسي وكله، يعني قال لك في لاعيبه كتير ما تصلحش ان هي تلعب في نادي الزمالك. خالد الغندور بيتكلم ويطالب بلعب النادي الاهلي، قال مناصفة مع جمهور الهلال. طب انت ايش دخلك او ايش احشرك؟ ما تخليك في فريقك اللي هو حصالة المجموعة اللي هيلعب مباراة تحصيل حاصل يوم الجمعة في دوري ابطال افريقيا مع المريخ السوداني. وانا اعرف واعلم ان نادي المريخ السوداني بصراحة كله يعني اعلى قمة واعلى تركيز من الهلال ومن الزمالك، ولكن حظه ان هو واقع في مجموعة كان من الممكن ان هو يصعد بيها او يصعد فيها مع الترجي او شباب بلوزداد. ولكن الاهلي ان شاء الله باذن الله قادر ان هو يعملها ويفوز على الهلال وهيوصل، وكلنا ثقة في النادي الاهلي. ويا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.